امتى تقول شغلك حلو او وحش؟ ان انت تحبه او ما تحبوش يعني. خلي موضوع الراتب ده على جنب. عشان تحب شغلك لازم يكون الزملاء اللي معاك في الشغل كويسين. وكويسين هنا اللي نقصدها ان روحهم حلوة، متعاونين، كل واحد عارف شغله وبيعمله من غير ما تطلبه او تتحايل عليه ان هو يعمله، او لو محتاج حاجة يساعدك فيها او يسندك فيها وهو يعرف يعملها بكل حب. بتفطروا مع بعض، اموركم طيبة حتى لو في علاقة الشغل بس، يعني في حدود الشغل بس. حتى لو علاقتكم بتنتهي بمجرد ما تخلصوا الدوام او تخلصوا ساعات العمل. هو ده اللي يخليك تحب الشغل، هو ده اللي يخليك تبقى انت عايز تكمل في الشغل. انت مش بتحب الشركة، انت بتحب الزملاء. انت مش بتحب شغلك، انت بتحب الزملاء. فاذا كان الزملاء اللي معاك في الشغل كويسين وطيبين ومريحين ومتعاونين وروحهم حلوة ونفسيتهم كويسة، محدش بيتمنظر على حد، محدش بيتكبر على حد، محدش بيعامل حد بمعاملة يعني ما يستحقهاش او معاملة يعني دونية شوية، هو ده اللي هيحببك في الشغل وهو ده اللي هيخليك تكمل حتى وان كان مرتبك مش احسن حاجة او مش اللي انت بتتمناه. فمنشن بقى لزميلك او لزمايل الشغل اللي معاك واشكرهم وقول لهم قد ايه ان انت بتحبهم. ولو انت متضايق من زمايلك اللي موجودين معاك في الشغل برضو اعمل لهم منشن، مفيش اي مشكله، وحاسبا عليهم واشتم واعمل كل اللي نفسك فيه. خليهم يعرفوا نفسهم.